تمخض الجبل فولد فأرا. هذه خلاصة العقوبات اللي نزلها الاتحاد الافريقي على المنتخب السنغالي والمنتخب المغربي في نهائي كأس افريقيا المثير للجدل. صراحة اقل ما يقال عنها العقوبات هذه انها شحيحة جدا، ضعيفة جدا، ما عندها حتى معنى، وبين بالكشف ضعف شخصية الاتحاد الافريقي وضعف الاتحاد الافريقي يعني في اخذ القرارات صراحة، وانه مخترق في افريقيا، وانه الاتحاد هذايا ماهوش بالطريقة هذه ما نجم باش نصلحوا الكرة الافريقية ولا باش نحاولوا نعملوا كاس افريقيا احسن من اللي فاتت. صعيب برشا لانه الاتحاد الافريقي هذا ضعيف وضعيف جدا. العقوبات هي ضعيفه، وكما تشوفوا رايا هذه العقوبات على المنتخب السنغالي اللي هي تتمثل في 5 مباريات كاف للمدرب السنغالي، يعني ينجم يلعب في كاس العالم، 2 مباريات على اسماعيل يسار كاف وينجم يلعب في كاس العالم، يعني كان في افريقيا ما نجمش يلعب، 2 مباريات لإليماني داي في كاف وينجم يلعب في كاس العالم. هذا بالنسبه للمنتخب السنغالي، و715 ألف دولار خطيه ماليه على الاتحاد السنغالي. بالنسبه للمنتخب كما تشوفوا رايا هذه قرارات يعني العقوبات على المنتخب المغربي: ايقاف اللاعب اشرف حكيمي 2 مباريات مع مباراه سورسي، يعني مباراه واحده كاف ونجم يلعب في كاس العالم، و2 مباريات 3 مباريات على اسماعيل سيباري 3 مباريات كاف وينجم يلعب في كأس العالم، وخطية مالية بقيمة 315 ألف دولار على الجامعة الملكية المغربية. يعني عقوبات بالنسبة لي أنا السنغال تستحق أكثر، باش نبدأ واضح معكم، السنغال تستحق الأكثر وما كناش ننتظر العقوبات هذه. لكن بصراحة والتوقيت اللي هبطوا فيها ساعتين متاع الصباح، يعني الناس راقدة وهما معلش ما نجموش يصبروا للصباح ويهبطوا قرار يعني كما الناس الكل. لا ساعتين متاع الليل مش مشكلة يا خويا، لكن القرارات والعقوبات ما عندها حتى معنى وما عندها حتى قيمه وما عندها ما تصلح في كاس افريقيا ولا في الكره الافريقيه. للاسف الشديد الاتحاد الافريقي هذا اتحاد ضعيف وسيبقى ضعيف، وستبقى الفوضى الى ابد الابدين في افريقيا للاسف يعني.